الأمر جلل يا إخوة الإيمان، ونحن مسؤولون على توريث الذاكرة لأبنائنا. يحوسونا ننسوا الشهداء، ما يليقش ننسوا، وما نخلوش ولادنا ينسوا. قال روح ولدي، ها رقان شاصرا فيها، روح تشوف ولدي، ها ولاد النهار شاصرا فيهم، روح تشوفها ولدي. راك تشوف ذا الغار حرقوا فيه 4000 بنادم بوكارفهم بخرفانهم، هاك تشوف وراك تشوف وراك تشوف. شاهي كاليدوني، شاهي كيان، باه ينشأ أبناؤنا. ماشي حنا ما نكرهوش الشعوب، ما نكرهوش الناس، حنا أمة تاع سلم، لكن لا ننسى إخوة الإيمان، لا ينبغي أن ننسى. والنسيان خيانة للدم تاع الشهداء، النسيان خيانة كبرى، وطمس الذاكرة خيانة كبرى. واللي يخيط بالكحل في القهاوي ويحمي في المصغر. نسيت التسعينات، نسيت واد الفضاء، كان صاحبين الدهمه في واد الفضاء، كنا نخدموا في التفتيش ذاك القيس، دايرين لهم السباله تاع الماء برا ماشي في الحوش، ما ينجمش يخرج يعمر قرعه. مول المغرب ما ينجمش يخرج يعمر قرعه، واللي ما شافش عندها الحق يهدر. واحد الشيباني كنت كي نتكلم معاه توفى الله يرحمه، شي يقول لي يا ولديها ما شافوش، زوج كلمات، يقول لي ها ولديها ما شافوش، ها ولديها ما شافوش. حديث الأقرع والأعمى والأبرص اقراه في البخاري ودي منه وارضع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوة الإيمان، كي نهضروا على هذا التاريخ يليق دمنا يغلي، ماشي يليق نرقدوا، دمنا يغلي. بن باديس كان عنده 13 حلقة في النهار يقريها. كاش بنادم عنده 13 حلقة؟ ما ماتش بالمرض، مات بالعيا. بالعيا انت بنادم يموت عاي. اما لخطره القندوز تاع هذه سمعتها عند الشيخ العظيمي في المدينه تاع رسول الله، قندوزه هرقت في الحلقه، قال لها ولدي انا نرقد 4 سوايع في الليل والنهار، واذا نمت انا فمن يستيقظ، واذا جلست انا فمن يقوم. والعربي التبسي كان يكره النكته، والباشي الابراهيمي كان صاحب نكته، ومن يبغي يدير نكته يدير واحد عند الباب يقول له عس لي العربي التبسي لا يجي داخل. كره حتى القهوه تاع الغاز ما ولاش يشربها، قال فيها ريحه فرنسا، شرب تاع المجمر. وهذا معليش احنا عليه، ولكن شوف كي كانت الناس يا اخوه الايمان، وهذه كي تقراهم ينوروا لك الطريق شويه. اولا تحقير نفسك، تراجم الرجال تجعلك تحقير نفسك، وتعرف قيمه هذا الحريه لك فيها، ما تلعبش بها ولو بكلمه. شاركت في قتل عثمان بكلمه، هذا واحد بكى حياته، قالوا لا علاه، قال شاركت في قتل عثمان بكلمه، قال يستاهل ولا سكت ولا إله بكلمة. كلمة، الكلمة في الإسلام عندها قيمة يا إخوة الإيمان. ثم النقطة الزوجة لهم يحاربوا بها العرب هي النعرات العرقية. قال أنت قبائلي وأنت عربي، هنا عندنا في الجزائر يروحوا لمصر قال أنت فرعوني وأنت عربي، يروحوا لسوريا أنت أشوري وأنت عربي. واللي بغى يتفرج سوريا وهي تجمع شتاتها، هذا الرئيس الشرعي تاعهم، اللي يجي يقول له معليش تاخونا درزي ماروني سني كاع معليش خاط شافوا ساير برميل تاع الغاز، شافوا الغراوين من تحت، شافوا الدول قاع دخلت وولت تلقت في مصالح عندهم، ذا يذبح منه ذا يذبح منه. الان رضاو بكلش. المهم هنيني، ما نجمش نرفد ولدي نروح نطلب بها انايا في الجزائر وفي تونس، هنيني. هذا هو، لان يا اخوة الايمان الامن مقدم على شقال عليه ربي. سيدنا ابراهيم من دعا عليه السلام، دعا للحرم شقال ربي اجعل هذا البلد امنا. عاد ذكر التوحيد، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، خاطش بلا امن ما كان لا توحيد لا تلها غير وين تاكلوك. الصبح ما تسواش، صلاة مغرب ما تجيش تصليها يا إخوة الإيمان. فيا شبابنا أنتم ثروتنا وأنتم ذروة سنامنا، ويشهد الله أني أحبكم في الله، وربي يسمع فيا. لو كان صاب واحد ربي كنا صاب يعطيكم قوايمة نعرفوا البطالة لكم فيها.